السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. المهم انا عندي واحد السؤال. انا ما غاديش نهضر داكشي اللي وقع في السبتة، راه العالم عارف وكل شيء عارف الاسباب، راه كارثه غير طبيعيه. الا جيت نهضر خصني فيديو في 10 السوايع وما غاديش نكمل. كارثه غير طبيعيه. وانا جيت عندي واحد السؤال وصافي. في الوقت فوقاش كانوا الناس كيغرقوا كيموتوا في البحر كيهربوا، خرج رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قدم التعازي للشباب اللي ماتوا في البحر، تقريبا 100 شخص، 100 مواطن. ولكن ما شفنا حتى مسؤول ديال المغرب. تصور شحال ديال المسؤولين عندنا في المغرب، تصور غير تخيل شحال ديال المسؤولين، حتى واحد ما هضر، حتى واحد ما خرج بشي بيان ولا بشي كلمه. تصور الحكومه باكمله، حتى واحد ما هضر. بالعكس كانوا منشطين في واحد الحفله، واكلين شاربين فلوس الشعب اكيد. وفينا هما ديك الفقهاء شيوخ العابدين اللي مصدعين كل يوم طريقة الوضوء، طريقة غسل من الجنابة؟ فينا هما ديك الفنانين، ديك العياشة والعبيد والزليجية اللي مصدعين بالمنتخب، كل مرة كيخرجوا للشارع ربحنا فزنا، حنا سادس عالميا. فينكم المنافقين؟ فينكم العبيد؟ الحاسين الكابا كلشي مستفد من الغنيمة، كلشي واكل، كلشي ساكت. فوقاش كتكون شي حاجة، شي كارثة، شي حاجة د المعقول تخرجوا تهضروا تغوتوا، حتى واحد ما كيخرج. ولكن فوقاش كيلعب المنتخب ولا شي مهرجان موازين، كلشي كيشطح، كلشي كيردح. 100 شخص مواطن مشاو ضحية مساكن، ماتوا محاولة الهروب إلى سبتة بحثا عن حياة أفضل. ولكن ولا مسؤول. تصور واحد مسيحي بيدرو سانشيز اللي داير خدمته ربما اكثر من الخدمه ديالو، وقف مع الناس ديال سبته كيقول لهم حنا معاكم، داير خدمته، داير اكثر من خدمته. ومع ذلك قدم التعزيه للعائلات والاشخاص اللي ماتوا في البحر. وحنا المسؤولين ديالنا حتى واحد ما هضر، حتى واحد. اقسم بالله راه كارثه. تفرجتوا ابن عمي؟ راه الاوروبيين والعالم كيشوفنا دابا حنايا بحال افلام الزومبي، بنادم هارب شي داخل في شي، كلشي مات، شيوخا ورجالا ونساء. الشيوخ البلاط صدعتونا طريقة الوضوء، طريقة الجنابة. إلا نعستي بالجنابة ولا فقتي ولا درتي الوضوء، لعنة الله عليكم جميعا المنافقين. أنا غنمشي نصلي تحت الزيتونة وما غاديش نصلي مور شي منافق. الزليجية غالعابد المساخط الوالدين، لعنة الله عليكم.